الفيديو ده اتمنى من الكابتن حسين لبيب يبعته للاداره القانونيه، لان لازم يترفع عليه 6 قضايا. على فكره انا مصنفهم اتهام بالخيانه للمجلس، انا ضده. ده بيقول كارثه، معلش انا بشرح قضيتي واسيبهم يعلقوا. بيقول لك ده بينفذوا اجنده للاهلي، يعني الاهلي قال لهم انسحبوا فانسحبوا، والاهلي قال لهم الدوري، يعني الراجل بيقول لك بينفذوا اجنده للاهلي. هذه اتهامات ارفضها كليا وجزئيا لانها تمس سمعه الناس. انا اقول اللي ليا واللي عليا. الفيديو ده يا ريت الناس في الزمالك يفرغوه، لان في 6 قضايا مباشره وكلهم بالصلاة على النبي يحبسوا من أول جلسة. خسارة نادي الزمالك أمام طلائع الجيش وخروجه من دور ال16 فضيحة، كارثة يتحملها مجلس إدارة نادي الزمالك الفاشل باقتدار. الفاشل باقتدار. مجلس إدارة حرام تقعدوا على كراسيكم. أنا عارف إن أنتوا بتسددوا فواتير، أنا عارف ومتأكد. يعني عدم لعبك باللعيبه الاساسيه اللي هي ما تعبتش السنه دي ولعبت في بطوله الدوري والكونفدراليه انت بتريحهم. امال النادي الاهلي يعمل ايه؟ يعني النادي الاهلي اللي هو السنه دي لعب السوبر، ثم السوبر الافريقي، ثم دوري الابطال، ثم السوبر المصري، ثم كاس عالم الانديه، ثم ما اعرفش الدوري، ثم الكاس، لعب ماتش في الكاس. واخد بال حضرتك؟ ده غير الدوري. كام بطولة؟ 8 بطولات. خد هو منهم ايه بقى؟ جاب 4 بطولات ولا 5. يعني خد البطولة الأفريقية، خد 3 في كأس العالم. ماشي، ال2 سوبر خسرهم، خد الدوري وكان خد الكاس بتاع مصر، كاس مصر اللي بتاع السنة اللي فاتت. يعني 4 5 بطولات لم منهم. انت خدت من الدوري والكونفدرالية وكاس مصر مرتين، خدت اللي هو الكونفدرالية بس، و3 بطولات خسرته. طيب المحصله ايه؟ ان انت مفروض الكاس ده لازم تلعبه عشان النادي الاهلي خد الدوري اللي هي البطوله الاساسيه في مصر، وكاس مصر انت تاخده عشان دي البطوله الثانيه الاساسيه في مصر. واخد بال حضرتك؟ انت قدمت اعتذار ليه؟ زي ما قدمت اعتذار في ماتش الاهلي ليه وانسحبت. عايزين يعني نربط دول القرارين دولت ببعض. دي الاتفاقيه اللي حصلت اثناء انسحابه من الدوري قدام النادي الاهلي. فحصلت اتفاقيه، الله اعلم بقى مع مين، ان هو كاس مصر ما يلعبوش بالدوليين او ممكن يعتذر عنه. الدوري يرجع يلعب، ينسحب قدام النادي الاهلي، يديله 3 بونت ويريحوا 6 ايام، وبعد كده ما تجيبش صفقات، وبعد كده القيد ما تفتحوش، وبعد كده هتلعب السوبر باللعيبه دي قدام النادي الاهلي. فالاجنده ماشيه بالترتيب، حاجه. الكابتن رضا عبد العال بيتكلم كلام ما معهوش عليه اي مستند، كله كوم واتهام المجلس انه قاعد بيدبر وينفذ اجنده للمنافس كوم تاني.